واحد من جانات التسعينات اتشهر بشياكته وبجماله، اختفى سنين ومحدش عارف عنه اي حاجه، بيقدر يرجع يقلب الدنيا عليه في لحظه. ترامب رئيس امريكا رجعه للساحه من تاني وخلى الناس تسال عليه، اخد لقب اشهر عازب في الوسط الفني، وخواجايه هي اللي خلته ما يتجوزش لحد دلوقتي. ابوه ساعده في حياته ومسك مناصب كتيره جدا في سن صغير، مش معتمد على الفن بس في حياته ومخبي شغلانته التانيه. احمد شاكر عبد اللطيف فنان من تقال مشهور بشقاوه. يا ترى بقى ايه سر اختفائه فتره طويله عن الجمهور، وايه حكايه ترامب اللي رجعه للساحه تاني وخلى الناس تتكلم عنه، وايه السر العجيب اللي خلاه اهم عازب؟ اسرار كتير عن حياه احمد شاكر عبد اللطيف محدش يتوقعها هتعرفوها في الفيديو ده، واخر سر في حياته هيبهرك. خليكم معانا للنهايه. أحمد شاكر عبد اللطيف اتعرف بين جيل التسعينات بانه الولد الحليوه الامور واللي شيك كمان، وبينقي ادواره بالشوكه والسكينه عشان تكون لايقه عليه. ابوه المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف اللي هو طالع نسخه منه في الشكل، ووقف جنبه في اول حياته عشان يكون ممثل مشهور. وفعلا احمد قدر يثبت نفسه بسرعه جدا، واخد ادوار كتيره في مسلسلات مهمه زي المال والبنون، مذكرات زو، والحب في طابه، وام كلثوم. ده غير انه قدم دور دكتور مصطفى مشرفه عالم الذره في مسلسل من بطولته. بس تواجد احمد عبد اللطيف كان دايما بحسابه، وكان الكل بيتعامل معاه على انه المنمق جدا البعيد عن كل حاجه. بس احمد طلع له شخصيه تانية ما حدش عارف عنها اي حاجه، وهو الجزء الشقي من شخصيته اللي يحب البحر، السفر، ركوب الموتوسيكلات، وكمان عنده واحد او اكتر كمان وبيجددهم دايما، والموتوسيكلات عنده اهم من العربيات. ده غير بقى خفه دمه اللي ما حدش اكتشفها لحد دلوقتي في عمل فن، وان اختفائه ده بيحصل بالسنين عشان هو مش معتمد على التمثيل بس، هو عنده شغلانه تانية بس مش بيحب يتكلم عليها. ولما اتسال كذا مره هو شغال ايه غير التمثيل، رفض انه يقول خالص وهرب من السؤال. ومع اختفاء كبير قدر احمد فجأة انه يرجع تاني للساحة، بس المرة دي بقى عن طريق رئيس امريكا، ايوه زي ما سمعت كده، دونالد ترامب، اللي عمل فيديو نزله على السوشيال ميديا وهو بيقلده فيه. الفيديو قلب الدنيا وفكر الناس بيه، ودي مش اول مرة يقلد رئيس، لا ده تقريبا قلد رؤساء مصر كلهم، وكان بيبهر اي حد بيشوف. احمد كمان حياته الشخصية فيها تفاصيل كتيرة جدا، اهمها انه اشهر عازب في الوسط الفني، وده عشان ما اتجوزش لحد دلوقتي. والسر في الموضوع ده مش انه رافض الجواز او معقد مثلا، لا خالص، هو كل الموضوع انه كان بيدرس بره مصر قبل ما يبقى مدير مسرح وهو سنه صغير، وتعرف على بنت اجنبيه وحبوا بعض تقريبا سنه ونص، لحد ما جت اللحظه الحاسمه واللي كان محتاج فيها يرجع لمصر. هي بقى رفضت انها تيجي تعيش معاه في مصر، خاصه ان الدنيا وقتها ما كانتش احسن حاجه، لان الوقت ده كان 2011، بعدوا عن بعض وهما كانوا بيحبوا بعض. من وقتها هو ما دخلش في اي علاقه حب ولا اتجوز لحد دلوقتي. انتم بقى عارفين احمد مختفي ليه او فين؟